مالك يا سي عبده؟ سرحان كده ليه؟ قول لي يا اخويا اخد بحسك يمكن افيدك. بقول لك ايه يا عيشه، لو في بطه راقده على بيضتين ثلاثه. نوعها ايه البطه دي؟ مش مهم يا عيشه، مش مهم، سيبيني اكمل. طيب وفي ثعلب عايز يخش ياخد بيضه من تحت البطه، لا عايز يعور فرخه ولا يأذي طير، هو عايز ياخد بيضه بس يعملها شكشوكه لعياله. انت على ابن حلال قوي يا سي عبده. قوي يا عيشه قوي، معذور. طب سؤال، الثعلب ده متجوز؟ لا قري فاتحه. ممكن تسيبك من عيشه الثعلب وتخليك في عيشتي؟ حاضر. المهم الثعلب عايز يدخل ياخد البيضه ويخرج، والعيشه دي بتشغي، مليانه بط وفراخ، وممكن الفراخ فيها برابر؟ اصل البرابر ما يتأمن لهمش. بعيد عن نفسيه الفراخ يا عيشه. ازاي الثعلب يخش ياخد بيضه ويخرج من غير ما يتأذي ولا ينقر ولا يتنقر؟ طب سؤال تاني، مراته فين؟ زهقت، زهقت، طفشت، مراته طفشت، رمت نفسها تحت حنطور. انا غلطان؟ وسابت عيالها؟ اخس، ليه حق يقرا فتحة واحدة تانية. اقول لك، يسيب خطيبته مع عياله ويروح يجيب بطة يطلقها في العشة، البرابر هتجري وراها، قوم البط اللي معاها هيشيط، يلف هو في الهيصة دي كلها بقى وينهى في البطين. خش نام يا عيشه، انت بتقولي اي كلام. نجيب بطه ايه؟ ما العشه مليانه بط. لا، دي بطة جديدة تاخد العين. اسألني أنا، عندي دكر بط ملودني يا خوفي عليه من البطة الجديدة. بعيد عن التلقيح، بس انت عندك حق. لو بطه جديده تاخد العينين. نعم؟ عينين البط. يعني البط